بتتعلموش؟ قلت لكم محدش يستفز المغرب. مدربة منتخب جنوب افريقيا طلع قبل اللقاء بتقول لك احنا نعرف ازاي وكيفية التعامل مع المنتخب المغربي خاصة على ارضه وسط جمهوره وبنعرف نفوز عليه. المنتخب المغربي يرد؟ لا. مدرب منتخب المغرب يرد قبل اللقاء؟ لا. ولكن اللي حصل اثناء المباراة طرد منتخب جنوب افريقيا من بطولة كأس الامم الافريقية وصعود المغرب بالفوز 2-1 على جنوب افريقيا وصعوده الى نصف النهائي والمنافسة على كأس افريقيا والصعود الى كأس العالم. ارفع راسك فوق انت مغربي. لبؤات الاطلس بتكتب التاريخ للبطولة الثانية على التوالي، الصعود لنصف النهائي والصعود الى كأس العالم، وباقي على الحلم خطوة. اول منتخب عربي يفوز ببطولة افريقيا هو المنتخب المغربي. دايما رافعين راسنا لان بطولة افريقيا اللي النساء خاصة مسيطر عليها منتخبات غرب افريقيا جنوب افريقيا، ولكن النهاردة بيقول انا لها، انا لبؤات الاطلس. احنا موجودين مش عشان نصعد بس لكاس العالم، علشان ننافس على البطولة ونفوز بيها، خاصة انها بتتلعب على ارضنا وسط جمهورها. اما بقى تصريحات مدربة منتخب جنوب افريقيا اللي قبل اللقاء بتقول لك احنا بنعرف نلاعب المغرب، احنا هنفوز على المغرب، احنا هنضمن الصعود لكاس العالم امام جمهور المنتخب المغربي. وانا بقول لكم انتوا ما بتتعلموش. هو اي حد مفكر ان لبؤات الاطلس، ما هم لبؤات الاطلس دول هم الاسود دول من دول، فاللي بيستفز دول وبيلبوهم بيستفز دول ايضا وبيلبوهم. ردهم الوحيد مش قبل المباراه، ردهم بيبقى اثناء المباراه. والنهارده بهدف اول عالمي في الشوط الاول، عرضيه وهوب باكورد لوب كده على الواقف، كان هدف عالمي جميل جدا. دقة التمريرة، دقة الإحراز الهدف كان أجمل ما في المباراة. وهدف تاني من ضربة جزاء. عاد منتخب جنوب أفريقيا في الشوط الثاني بقى فيه ضغط خاصة في آخر ربع ساعة بعد غلطة حارس المرمى مع المدافع مشتركة، ولكن المغرب صمد، المغرب صعد إلى نصف النهائي، المغرب في كأس العالم للمباراة أو البطولة الثانية على التوالي، وده إنجاز عربي أفريقي امازيغي. المنتخب المغرب دايما مشرفنا في البطولات الافريقيه اللي المفروض منتخب مصر موجود معاهم، ولكن منتخب مصر زي ما انتم عارفين 6-0 6-2. حتى منتخب ملاوي لاول مره يصعد لكاس العالم او لكاس افريقيا فاز على المنتخب المصري. لنا الله ان شاء الله القادم افضل للمنتخب المصري. اما المنتخب المغربي فصعد الى نصف النهائي، ومع المنتخب الجزائري ايضا صعد لنصف النهائي وضمن الصعود لكاس العالم. وليه لا، ممكن نلاقي كلاكيت تاني مره، مباراه نهائي ديربي شمال افريقيا زي ما كانت في الدور الاول وفاز المغرب بهدف مقابل لا شيء. ديما مغرب وتحيا مصر. سلام. هي عالي، هي عندك، هي عنده فينا، هي عندك. دقة احنا ربحنا دقة، ربحتوا دقة. عندهم وحده دايره حجاب، حنا تينا عندنا وحده دايره حجاب. تما في كلشي كيف حنايا. ما فهمتش انايا. مغاربه حسموا شويه، حسموا باغيين ندوها حنايا. هاو نتوما لاصقين فينا دروك فلافينا نتلاقوكم. لا حابين ندوها. خلوا نتوما مداري تربحوا، نتوما داخلينها غير ربحها. خلونا حنا شويه نفرحوا. يعني حنا ما فرحوناش الرجال، حنايا نتوما فرحتوا مع الرجال شويه، حنا الرجال تاعنا ما بغاش يفرحونا. رانا باغيين نفرحوا شويه مع انت. هاو دعمي هاو شويه بين نعضه تريكو. مركتوها بزاف عيقتو والو. مبروك عليكم، مبروك. صار غدوها وقينونا صاي. بن عمي، فوز مستحق للمنتخب المغربي للسيدات. شفتو خوتي دوزاميطون كي واعرة. جنوب افريقيا دوزاميطون. ولد عمي، سيرتو كي ماركاو الهدف الاول تاعهم، هذاك وين زادو حياو ولد عمي. بريمير ميطون كانوا راقدين بصح دوزاميطون حياو سما كاع شاكلاو وش شربوا بين دوزاميطون ولد عمي. شو ولاو يجرو. ولد عمي بصح خوتي
هذيك اللي كانت دايره حجاب سما مزراوي. اي والله لا تقول مزراوي تشات تلعب الله يباركو اللي ولا تضرب بالراس بالكرع ماشي ولا هذا. ليسونسيال خوتي منتخب المغرب السيدات كاليفا وزاد كاليفا لاكوب جي مود مقامه في البرازيل. خوتي عطونا راكم في لي كومونتير، ما تنساوناش جيم وابوني وبارطاجي، وبصحتكم التأهل خوتي، وتأهلنا في رحبة، والعقوبة لي ماتش اللي جايين. السلام عليكم. الله حي، المغرب ماله زي، الله حي، المغرب جاي. يقول ورايا ووصل لكل العالم ولكل شعب المغرب من طنجة من كويرة ومن كازا المراكش. الله حي، المغرب ماله زي، الله حي، المغرب ماله زي. النهاردة المغرب بيكتب التاريخ. سيدات المغرب بمليون راجل. سيدات المغرب بايه يا مغربي؟ بايه يا مغربية؟ بمليون راجل ومليون مبروك، مليار مبروك. المغرب الى نصف نهائي كأس الامم الافريقية، وكلمتين عايزهم يوصلوا ويتحطوا في عين، والفيديو يلف ده على اللي كانوا بيقولوا المغرب النهارده سيذيق الذل وسيخسر خسارة مذلة ومهينة. النهارده يتحط الفيديو ده في عينيهم. المغرب يتفوق على جنوب افريقيا، وسيدات المغرب بيثبتوا وجودهم وبيقولوا مش رجال المغرب بس هم رابع العالم، مش رجال المغرب بس تحت 20 سنة هم اصحاب كأس العالم، مش رجال المغرب بس هم ثالث اولمبية العالم، مش رجال المغرب بس هم اللي بيسطروا البطولات. وشباب المغرب لا، ده لبؤات الاطلس وسيدات المغرب النهارده. معلش انا اسف، انا مصري بس بقول المنتخب المصري خذلنا، ولكن منتخب المغرب للسيدات رد لنا حقنا ورفع راسنا وبنفتخر بيه، رغم كل اللي بيحاول يقول لنا لا بنقول له المغرب جاي، والمغرب ماله زي، لان المغرب فعلا بيعمل المعجزات ولا يعرف المستحيل. النهارده اداء لعبا نتيجه سيدات المغرب تتفوق على جنوب افريقيا ليصل الى نصف نهائي. وفي كلام كتير وفي فيديوهات كتير هنتفرج عليها ما تتفوتش وما تتعداش. بس قبل ما اقول اي حاجه وقبل ما افرجك على الفيديوهات هعطلك دقيقه واحده بس. انا من الفرحه الواحد جسمه اشعر، دي اول حاجه يعني عشان نكون واضحين. لكن انا هحكي لك على حكايه دقيقه هعرفك اللي بيحاولوا ينتقدوا المغرب زي مين. فاكرين يا جماعه حكايه جحا؟ فاكرين جحا لما كان ماشي بابنه وكان مركب ابنه على الحمار، فالناس راحت قالت شوف الراجل، شوف ما فيش احترام، ابنه الصغير راكب وسايب ابوه ماشي تعبان. قام جحا روح البيت تاني يوم قال لك معلش اسمعني بس عشان انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا من اللي انا بقوله لك ده. قال له يا ابني تعالى بكره اركب انا الحمار وامشي انت. شوف الراجل الجاحد، شوف الراجل اللي ما عندوش قلب ولا رحمه، ممشي ابنه العيل الصغير وهو راكب ومتأنتخ على ظهر الحمار. جحا ثالث يوم قال لك يا ابني نمشي جنب الحمار، لا انا ولا انت نركب، لا انا ولا انت نركب، الناس مش عاجبها لا كده ولا كده، لا انا ولا انت نركب يا ابني تعالى. والمشي قال له شوف الراجل المجنون. جحا ركب هو وابنه ثالث رابع يوم على ظهر الحمار، قال له شوف الراجل الجحود الحمار هيموت منه. جحا شال هو الحمار على كتفه قال له شوف الراجل المجنون خلل شايل الحمار مفيش حد عاجبه، مفيش حد هيعجبه. لكن ده علشان النجاح اللي في المغرب. مهما عمل المغرب اعرفوها كده قاعده، هيفضل يتهاجم، وده دليل على النجاح. فما تزعلش، والهجوم ده اللي انت هتتفرج عليه ما تزعلش منه، بس وصله باعلى تفاعل وقول ما شاء الله تبارك الله على شعب المغرب وعلى سيدات المغرب النهارده اللي فرحونا واللي شرفونا واللي رفعوا رقبتنا وخلوها للسماء. النهارده انا بقول لك المغرب ماله زي، الله حي المغرب ماله زي، الله حي المغرب جاي، الله حي المغرب ماله زي. تعالوا بينا نتفرج على الفيديوهات. مليون مبروك لسيدات المغرب الوصول الى نصف نهائي كأس الامم الافريقيه. وكيف مشوا الاخوان؟ كنودوا التعليقات ديال الجماهير على الفوز ديال المنتخب المغربي على جنوب افريقيا ب2-1. حتى نتوما خليونا الاراء ديالكم في التعليقات، ما تنساوش لايك كومونتير اشتراك باش ديما يوصلكم الجديد، وتحياتي لكم.